هي البنات مالها بقت مسترجله كده ليه؟ بتشخط وتنطر وتناطح؟ ده طبعا سؤال استنكاري من احدهم. طب يا احدهم، قبل ما تسال عن استرجال البنات، السؤال الاهم، هي الرجاله راحت فين؟ انا ياسمين عبد الحليم، ودي منصه سلامي للصحه النفسيه. يمكن يكون عندك حق، رقة البنات اتهرست في زحمة الشغل والمواصلات والجري ورا التارجت والميكروباصات، بس يا ترى فين المسؤولية وقوة الشكيمة والعقل بتوع رجالة زمان؟ ضاعوا مع الوبا ولا الورك فروم هوم؟ وعشان ما تفتكروش انها خناقه بين راجل وست، كارل يونج مؤسس علم النفس التحليلي قال ان جوه كل ست راجل وجوه كل راجل ست، يعني جوه كل شخص طاقه ذكوريه وطاقه انثويه بس بنسب بغض النظر عن النوع البيولوجي. وده بقى بيفسر لنا حاله اللخبطه اللي بقى فيها الرجاله والستات اليومين دول. البنات بقى بيتقال عليها ناشفه والرجاله بيتقال عليها مهزوزه. هو مين لعب في سيستم الجينات؟ قبل ما اقولك مين اللي لعب في الجينات، لازم تعرف ان في فرق تشريحي بين تكوين دماغ الراجل ودماغ الست، وده بحسب المعهد الوطني للصحة الأمريكية. بمعنى ان مخ الراجل مترابط من قدام لورا وفي اتصالات قليلة بين نصين الكرة المخية، اما مخ الستات مترابط من الشمال لليمين، وده بيخلي نصين الكرة المخية مترابط بشكل اكبر، وده بيخلي كل حد فيهم متميز بصفات وبيشكل الطاقة الخاصة بيه. فتلاقي الطاقة الذكورية صفاتها الحزم والمنطق والحماية، وده بسبب تشريح مخه اللي بيخليه أغلب الوقت عملي وبياخد قرارات وبيعرف يحل أي مشكلة، وده طبعا بيكسبه أهم صفة، إنه يكون مسؤول عن الأمان في العلاقة. أما الطاقة الأنثوية هتلاقيها بتتميز بالرعاية والإبداع والحدس، فتلاقيها مثلا بتشم الخيانة كده من بعيد، والصفات دي بتخليها عاطفية ولينة وبتفكر أكتر بشكل عاطفي. والاختلافات اللي موجودة في الطاقة الأنثوية والذكورية هي اللي بتعمل التوازن في العلاقة. يعني الراجل يحمي، الست تراعي، الراجل يدي امان، الست تدي عاطفه، وده بحسب مقال منشور على موقع فيسيولوجي توداي. لكن لما الخلل يكون في سمات كل طرف، يا ترى هيحصل ايه؟ قبل ما نتكلم عن الخلل في طاقة الأنوثة والذكورة وتأثيرها على العلاقات، مهم جدا تفهم إن جوه كل راجل أنثى مستخبية. فتلاقي الراجل بقى مزاجه بقى بيتغير، بيظهر ويختفي، بيتقمص من أقل حاجة. في المقابل الذكر اللي موجود جوه كل أنثى بيخليها عنيدة وجافة وعملية. ولأن التوازن الطبيعي بين الطاقتين المفترض إنه يكون بنسب صغيرة، يعني الأنثى اللي جوه الراجل المفروض تخليه حنين ومرن، مش ياخد هرموناتها وتقلباتها المزاجية. والذكر اللي جوه كل أنثى ضروري علشان تعرف تنجح وتدير حياتها، مش عشان تتحكم وتسيطر. فلما اللخبطه دي حصلت، لقينا اللي احنا بنشتكي منه دلوقتي، رجاله ضعيفه ومهزوزه ومش عارفين عايزين ايه وتخلوا عن ادوارهم. وفي المقابل هتلاقي ستات شايله الهم والمسؤوليه لوحدها وعلى طول صوتها عالي ومتعصبه، فبيتقال عليها مسترجله. في مقال منشور على اذاعه مونte كارلو الدوليه ادى شويه نصايح، اولها تقبل الطاقه اللي موجوده جواك حتى لو مختلفه مع جنسك. كمان وعي شريكك بالطاقه الانثويه والذكوريه هيصلح كتير من الفجوه الموجوده بين الطرفين. كمان توظيف كل طاقة موجودة جوانا بشكل صحي في العلاقة هيساعد على زيادة الانجذاب والتناغم بين الراجل والست، بدل حالة النفور والصراعات الموجودة بينهم. يعني الراجل يفعل الطاقة الأنثوية اللي موجودة جواه بأنه يكون متفهم أكتر ويفهم شريكته، والست تفعل الجزء العقلاني اللي جواها علشان تفهم قرارات الراجل ونظرته للأمور. كمان مهم جدا إن كل طرف يكون واعي لتصرفاته وتأثيرها على الشريك. يعني أنت كراجل تقول احتياجاتك من غير قمص، وأنت كست تتكلمي بوضوح من غير صوت عالي وزعيق، عشان نضمن التوازن النفسي والاستقرار في العلاقة. وافتكر دايما ان طريق التعافي ممكن يكون طويل، لكن مع وجود متخصصين هيساعدك تفهم نفسك اكتر وتقرب للشفاء. انا ياسمين عبد الحليم، ودي منصة سلامي للصحة النفسية.